السلام عليكم، وياكم حسام. وقصة جديدة من قصصكم اللي تدزوها إلي. بس قبل لا أدخل بالقصة، هواي يكتبوا لي ليش ما دا تنشر قصتنا، ليش ما دا تجاوب على المسجات. والله العظيم دا أحاول أرد على أغلب المسجات، بس عندي أكثر من 20,000 مسج واصلني، وخلوا نفسكم بمكاني. شوفوا راح تقدرون تجاوبون على كل المسجات بوقت محدود. وقصص كذلك وصلتني هواية، والكل يريدني أنشر قصته، يعني يحتاج أنشر باليوم على الأقل 50 قصة. يلا أقدر أرضي الكل، وهذا الشيء مستحيل طبعا انه باليوم اقدر اسجل 50 قصة، لانه هي قصة واحدة تاخذ من عندي 5 ساعات الى 6 ساعات مونتاج، على تسجيل، على رفع على اليوتيوب. ودائما احاول انه ما ازعل احد من عندي، واتمنى ما حد يزعل من عندي. وخلوا نفسكم مكاني وراح تتفهمون اللي دا اقوله. وهاي الخمس تعليقات المختارة للفيديو اللي راح. نرجع للقصة. تقول: السلام عليكم اخويا، انا اسمي المستعار هو وسن، وقصتي بدأت من كنت طالب السادس علمي قبل 10 سنوات تقريبا. تقول: أنا الوحيدة لأهلي ومدللة كلش، وحالتنا المادية زينة والحمد لله، وأهلي كانوا موفرين لي كل شي، وكان حلمي من أنا وصغيرة إنه أبني لنفسي حياة مستقرة وأعتمد على نفسي. تقول: صحيح أهلي الله يخليهم إلي ما مقصرين وياي، بس أحب أعتمد على نفسي، والحمد لله أنا متفوقة بدراستي. ومن وصلت السادس إعدادي كان هاجسي الوحيد إنه أدخل كلية زينة وأتعين، لذلك شديت حيلي كلش، وأهلي كانوا مشجعيني ومسانديني. تقول: كان على طريق مدرستنا مكتبة ملازم وقرطاسية، والمدرسات دائما يقولون تلقون الاستنساخ يم المكتبة الفلانية، فكنت أتردد عليها وأشتري منهم. بعد فترة انسدت المكتبة، وبعدها بأيام إجاني طلب صداقة على الفيسبوك من صاحب المكتبة. تقول: طبعا أنا أعرفه، وهو شخص مثقف جدا ومحترم، وكان يساعدني بهواي مواد، لأن هو خريج ويعرف بالملازم والمواضيع المهمة. تقولي: المهم وافقت على الطلب، وكان الحكي بيناتنا بشكل رسمي وكلام عادي. بس مرت الأيام صار يتدخل بهواي شغلات، مثلا ليش بعدك مكنكة، شو وقت التقرين، ومنا حكاية صارحني بمشاعره وبحبه إلي. وقال لي: صحيح ما حاكي وياك بهيجي موضوع، بس حبيت البراءة البيج وحرصك على دراستك وحرص أهلك عليك، وما رايد منك شي غير تهتمين بدراستك وترفعين راسي بيك. تقول: طبعا أنا انصدمت بكلامه وما انطيته مجال، وظلت علاقتنا مجرد صداقة وبس، بحيث من بدأت المراجعة اتفقنا انه اكمل المادة يلا افتح موبايلي ومن احكي طول هاي الفترة لان ما يريد يأثر علي. تقولوا: فعلا كان من اكمل دراستي يلا يحاكيني، وبديت احس بخوفه وحرصه علي، وهذا الشي خلاني اتعلق بيه يوم بعد يوم. تقول: بس بعدها ابتعدنا لان كنت اريد اركز بدراستي، واتفقنا انه بعد الامتحانات نحكي. خلصت امتحاناتي ورجعنا. بعدين طلعت قبولاتنا، والحمد لله انقبلت بكلية الطب، وفرح لي كلش هواي وقال: فعلا رفعتي راسي بيك. بالمرحلة الأولى كلية الطب كان يتابعني بكل شي ويخاف علي ويقول لي هذا الشي صح وهذا الشي خطأ. تقول: بس بعد فترة اختفى بشكل غريب، حاولت اتصل بيه، حاولت اوصل له، بس ما قدرت، وكملت امتحانات وبعدها مختفي. ظليت اتصل هواي على رقمه مغلق، واحاول اوصل له بكل الوسائل، بس ما قدرت. تقول: تعبت حيل وتدمرت نفسيتي، واقول يا رب بس طمني عليه، شنو اللي صار بي. الى ان اجى يوم فتح خطه بالليل، واجت رسالة من الشركة انه الخط مفتوح. تقول: رأسا اتصلت بي
بس رد عليه شخص ثاني. قلت له هذا مو رقم فلان؟ قال لي إيه، انت منو؟ قلت له خذ الموبايل وهسه يعرف. قال لي ما اقدر هسه لان دا يحكي ويا خطيبته. تقول اني حسيت الدنيا انهدت فوق راسي وظليت بس ابكي وما اعرف شو اسوي، وقلت للشخص اللي رد علي بس وصل له حكايه وحده واقول له يا حسافه. تقولوا مرت الايام وانا متدمره واكثر من مره دخلت المستشفى. بعدين بدأت المرحله الثانيه وقررت انسى كل شيء واركز بدراستي ومشت اموري والحمد لله. تقول صحيح ما نسيته ويوميا ابكي، بس قلت الايام كفيله انه تنسيني كل شيء. تقول بعد 6 شهور اتصل بي رقم ما اعرفه، رديت منو حضرتك؟ قال معقوله نسيتيني؟ تقول انا ظليت مصدومه وابكي. قلت له ليش ايش سويت بيه؟ انا بشنو اذيتك؟ تقول ظل يعتذر ويحلف لي انه اهله اختاروها اله، وقال لي ما قدرت اكمل حياتي بدونك، وعفت كل شي ورا ظهري وفسخت الخطوبة ورجعت ليك لان انا اريدك انتي. تقول مرت الايام ورجعنا بعد ما تأكدت انه فعلا فسخ خطوبته، واتفقنا انه بعد تخرجي يتقدم لي. بس وراها عرفت انه البنية هي اللي فسخت خطوبتها منه بعد ما عرفت انه هو مريض. تقول معناها كذب علي مو رجع على مودي، بس أنا قلت خلي أصير أحسن منه ومنها وما أتخلى عن شخص مخلي أمله بيه. واتفقت ويا طبيب أعرفه وتابعت كل علاجاته وكل مصاريفه بدون ما يعرف، لأن قلت له إنه هاي العلاجات من مستشفى حكومي، بس الحقيقة أنا اشتريتها على حسابي. تقول الحمد لله تعافى من مرضه. وظليت أسمع حكي من أهلي ومن صديقاتي ومن كل أقاربي، أنت شهادتك على من شهادته وحالتك أحسن منه، شنو اللي يخليش لحد الآن ويا شخص مثله؟ تقول قلت أنا أحبه وما علي من كل الناس ولا يهمني رأي أحد. تقول بس بعد سنة دز رسالة مضمونها أنه أنا خطبت بدون ما يقول ليش وشلون وشنو السبب. كتب رسالته واختفى من جديد. تقول اتصلت على والدته وأنا أبكي ومتأذية حيل. قلت لها ليش هيك ابنك دا يسوي؟ أنا عدوي ما أسوي بيه هيك. قالت والله ما نعرف بموضوعكم وهسه اتفقنا ويا أهل البنية وعقدنا وبعد ما ترهام. تقول ما أعرف شلون أوصف لكم الأيام اللي عشتها وشلون مرت علي. تقول والله شفت الموت بعيوني وكل هذا وما حكيت. بعدها اتصل بس ما قبلت أسمعه، فدز لي رسالة كاتب كل هذا غصب عني والله، وأهلش مستحيل يقبلون بيه ولا ينطوش لشخص فقير مثلي، ومستحيل أقدر أعيشش بالمستوى اللي أنتي عايشة بيه. تقول قلت له الفقر هو فقر الإحساس، أنت لو بس محاول ويا أهلي حتى إذا ما موافقين راح أظل وياك للأخير، بس أنت بعتني مرتين ومستحيل أنسى الأذية اللي عشتها بسببك بيوم ولا راح أسامحك. تقول وابتعدت عنه وحاولت أنساه، وبيوم زفته دزيت له رسالة بس كتبت حسبي الله ونعم الوكيل بيك. تقول بعدها طلعته من حياتي وعقلي وحضرته من كل البرامج، وتابعت دراستي وتخرجت من كلية الطب وتعينت والحمد لله أساعد بعلاج هواي ناس، بس ما قدرت أداوي الألم اللي بقلبي ولا أقدر أحصل علاج ينسيني الألم اللي عشته. مرتين خان ثقتي بي وتخلى عني بدون سبب. تقول والله وفيت وياه لأبعد الحدود بس جازاني هيج. ويوم من الأيام بالدوام إجاني ودموع بعيونه. تقول طبعا أنا ما اهتميت لأن مشاعري تجاهها ماتت وهو اللي موتها بإيده، وقال لي ابني مريض ساعديني، ما أعرف أحد ولا أعرف طبيب يساعدني. تقول مثل المرة اللي فاتت أشرفت على علاج ابنه
وتكفلت بكل مصاريفه، لأن أعرف حالته ما تساعده، ومو الخاطرة، بس سويت لوجه الله. ورجع عرض علي الزواج، لكن أكيد رفضته، وهسه انفصلوا هو وزوجته لأن ما تقدر تتحمل العيشة وياه. لكن لو متزوج إنسانة تحبه كان عاشت وياه على الحلوة والمرة. تقول واني الحمد لله تزوجت، والله رزقني بشخص وافي ويحبني ويصون قلبي وما مقصر علي بشي، وهسه هو كل الدنيا بالنسبة لي، وعندي 3 أطفال والحمد لله مالين علي الدنيا. تقول العبرة من قصتي إنه فكر زين قبل ما تجرح أي شخص، لأن كما تدين تدان، ومشاعر الناس وأذيتهم راح تدفع ثمنها غالي. ولكل شخص ينجرح من الشخص اللي يحبه يجوز يكون نصيبك من الدنيا فرحة أكبر، ويجوز تكون الفرصة الثانية أحلى وأفضل، مثل اللي صار وياي. وفعلا اللي راح لو بخير ما راح. أتمنى الخير للجميع، وشكرا لك أخ حسام مقدما. هنا تنتهي القصة، والله يسعدكم أنت وزوجيك، ويجعل أبنائكم من أبناء السلامة ويتربون بعزكم. أشوفكم قصص جديدة إن شاء الله. مع السلامة.